هجوم الكلاب على الناس الغريبة أو صحابهم مش أول ولا آخر كلب ممكن يعمل كده. تعالوا نشوف أليكسا عندها 7 سنين عملت إيه. كلاب أليكسا مختلفة عن بقية الكلاب، هي بتحب أصحابها جدا ولكن ما بتحبش أي حد غريب يخش البيت، وعشان كده أول لما جالهم بيبي صغير هي مش متقبلاه. وزي ما انتم شايفين ابتديت إن أنا قلت لهم يا جماعة قلعوني بس الشنطة كده عشان أخش عليها، وكانت لازم أعمل تيست للكلبة أشوفها هل هي هوهوة بس ولا عض، فلبستها كمامة مخصصة للموضوع، وابتديت إن أنا أقرب وأروح وأجي كذا مرة عشان أشوف الكلبة هتهجم عليا ولا لأ. ولكن الكلبة كمان لقيتها إن هي بتعمل ده من التوتر أو إن هي مش شجاعة 100%، فابتديت ان انا احاول اطبطب عليها. بعد كده قلت اخدها واعرفها ان انا المسيطر عليها في ان انا امشي واكسر اتجاهاتي، وابتدي ان انا احط ايدي على جسمها وامسح واحده 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 لحد ما ابتدي ان انا اتعامل معاها واشيلها وارفعها من الارض، بحيث ان انا اعرفها ان انا مسيطر عليكي واقوى منك. وابتديت بعد ما كده نزلتها في الارض وابتديت ان انا اروح واجي واروح واجي، ولكن ما فيش اي وجه من الرفض للحاجه اللي انا متضايق منها عليها. وفضلت مكمل ان انا احاول ان انا اطمنها ان انا مش هاذيها وان انا احط ايدي عليها وابتدي ان انا اتاكلها جسمها. وفي الحاله دي يا جماعه لازم تبتدي ان انت توجه صاحب الكلب يعمل ايه في الحاله اللي زي دي. ابتديت ان انا فهمت صاحب الكلب ان انا مجرد ان انا اما افك الكمامه من الكلبه انا هعوز منك شويه ردود افعال عشان تبتدي ان انت توضح للكلبه ازاي انت رافض الفكره اللي هي بتعملها منها، وهو اجريشن وقله ادب وزي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. فابتديت افهمه ان هي اول لما تيجي تطلع تجري هتبتدي ان انت تعترض وترجع عكس الاتجاه، بحيث ان هي تبقى فاهمه ان ما ينفعش ان هي تعمل كده. وكنت بفهمه ان لازم يبتدي يدي كوريكشن ما بين منطقه البطن والفخذ في حاله ان هي حاولت ان هي تهجم، بحيث ان هو يكسر التشتيتات بتاعتها والرد فعل الهجومي بتاعها. وابتديت ان انا نزلت في مستوى اقل منها وفي نفس الوقت عامل سيفتي ما بيني وما بينها حاجز. وابتديت ان صاحبها مره مع التانيه بسم الله ما شاء الله عليه كان عنده سرعه بديهه وابتدى ان يفهم الفكره دي. انا عايز اقوله لكم كمان ان المدرسه دي اصلا مدرسه الام. تعالوا نشوفوا بقى لما اتبعناها ايه اللي حصل. زي ما احنا ابتدينا نفهم الكلبه ان الحاجه مرفوضه، محتاجين ان احنا نبقى شايلين الكنترول من على رقبتها ونشوف. طبعا في الحاله دي انا ببتدي ان انا كمان احاول ان انا اضايقها واعمل مؤثرات كتيره تعصبها بحيث ان انا اشوف ايه اللي هي هتعمله. والحمد لله صاحب الكلبه كان زي ما انتم شايفين كده ابتدى ان هو يسيطر عليها بمجرد ان هو بيقول شت او بس او اسكتي. الكلبه كانت بتبتدي ان هي تقعد. حاولت مره في التانية، ولكن كمان لازم ان اهل البيت كلهم يبتدوا ان هم يعملوا ده. في الاول وفي الاخر يا جماعه تدريب تعديل السلوك او الكلام ده كله ما بيكونش متعلق بالكلب بس، بيكون متعلق كمان بصاحب الكلب. والحمد لله وصلت في الاخر ان انا ابتديت اخش من الباب وابتديت ان انا امسك الكلبه واكسر اتجاهاتي بيها من غير كمامه، والكلبه بقت كويسه. المهم الاستمراريه وان احنا نكمل على ده، عشان احنا لو ما طبقناش اي حاجه من الرولز اللي انا قلتها عمر ما الكلب هيتعادل. شكرا.